ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل للعروسه القمر دي فستان جديد بالكوفيه بتاعتها. الكوفيه دي مش بتاعتها، الكوفيه دي كوفيه عاديه. انا شارياها 20 جنيه، والست مرضتش تديني الشماعه اللي بتتعلق عليها، مش عارفه ليه. قالت لي لا دي بتاعت المحل. بس على العموم يعني انا جبتها هيب من مصروفي الشخصي ومرضتش تشتريها لي. المهم يعني، بصوا يا جماعه، اول حاجه هعملها وان انا هاخد الكوفيه دي واقيسها من ظهرها، ماشي، واحاول اخد مقاساتها. يعني ازاي؟ يعني هي دلوقتي ظهرها كده، ماشي، وهو ظهرها قد كده، ماشي. هقوم انا قصاه، وبعدين يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو لزقتهم بمسدس الشمع. مسدس الشمع اهو لزقتهم بيه هما الاتنين. ده قد ده يعني، مش يعني هي بس كده يعني بلوزة ليها. اوكي يا جماعه، زي ما انتم شايفين جربت مسدس الشمع وفشلت. فانا عملت ايه؟ فانا جبت اللي هو ابره وفتله. اللي مش بيعرف يلضم الفتله في الابره يقول لمامته. انا عملتها بنفسي لان انا عندي 18 سنه، ماشي. اللي هيقول لي انتي اصلا ضوافرك ليه؟ هقول له عشان انا في تربيه موسيقيه، عشان البيانو محتاج حد ي... يعني يبقى ضوافره قصيره. بصوا يا جماعه، انا دخلت الابره هنا، عملت كده، ماشي. طبعا لضمتها من تحت، وبعدين ادخلها واطلعها، بصوا، من الناحيه دي للناحيه دي، وافضل اعمل كده طول هنا 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 هنا، ماشي، كتير يعني. بصوا يا جماعة، انا عملت ده، حطيته حوالين جسمها، وعملت اللي هو التشيكي ده، بس ما عملتوش يعني، خدت اللي هو الحسابات وكده، لفته حوالين جسمها وخلاص. والزيادة ايه؟ جبت المقص وقصيتها. دي انا مش هرميها، دي انا هعمل فيها ايه؟ دي زي ما انتوا عارفين انا خيطت الحتتين دول ببعض اهو، والخياطة باينة. فانا هعمل ايه؟ هقوم عاملة خيطهم كده زي الفيونكة بالإبرة والفتلة، ماشي. بس قبل ما اعمل كده انا خلاص عملت ده حوالين جسمها. انا بقى هجيب ايه؟ هجيب اللي هو التشيكي ده. التشيكي ده ب25 متر. قول للراجل عايزة تشيكي. انا جبت ابيض لان الابيض ملك الالوان، وفي الوان كتيرة منه، بس الابيض احسن حاجة، بس ما كانش عند الراجل. وهاخد المقاس واقصه. بصوا يا جماعة، انا عملت التشيكي. عملت التشيكي ازاي؟ ده كده ظهر وده وش، بحيث ان هما لما يركبوا مع بعض يبقوا كده، فاهمين؟ على جسم العروسة كده، بحيث ان هما يعني لو ركبوا في وش بعض يبقوا كده ملفوفين عليها كده. بالشكل ده على جسمها، فاهمين؟ وانا عملت برضو الحتة اللي فوق دي. الحتة اللي فوق دي جبت القماشة، كان في قماشة زايدة بالطول كده. انا خيطت الحتة دي كده، ضيقتها شوية يعني، خيطتها وضيقتها شوية، في ضيق شوية مش كتير، شوية. ازاي بقى؟ زي ما انتوا شايفين خيطتها، وبعدين جبت الفتلة وقعدت الف حواليها.
هو مش واضح لان هو فر وبجيبه شمال فما بيبانش. طيب دلوقتي انا عملت البتاع ده، هل انا هخيطه هنا؟ لا. ليه بقى؟ لان اخليه قطعتين يعني، لو عايزه اشيل عايزه احط او كده. ده بقى انا عملته ازاي؟ جبت الجزء الناعم ده خيطته كده، بقى ده ايه الوش الناعم، تمام. والوش الخشن عملته بالعكس. كل ده في ايه؟ كل ده في الحته اللي احنا هندخلها جوه، بحيث يبقى الجزء الناعم اهو والجزء الخشن اهو اهو، نعمل كده ايه عليها، فاهمين؟ تشيكي عليها. وده الشكل الاخير يا جماعه للفستان بتاعها. تحسوا انها اميره، وغير كده حلو لو في بنات بيحبوا يحطوا العريس وهم نايمين، يبقى ده ناعم وبرك كده. واللي عايز يعرف ازاي انا عملت التاج ده يقولي في التعليقات تحت، واستمتعوا بالمنظر.